يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده جايلكوا بعد غياب فتره كبيره جدا، ومعانا اول منيو من بعد غياب. طبعا منيو الاسبوع 7 اكلات ل7 ايام لسفره كامله متكامله. ان شاء الله كده نكمل ليه. نبدا معانا كده باول وجبه. معانا كانت كبده بلدي بالبصل والطماطم والفلفل متشوحه. وعملنا جنبها كيس مكرونه، وكمان وجبنا شيبسيهات وطبق سلطه عباره عن خيار وطماطم وفلفل. طبعا حطيت عيش وجبن عشان مش الكل كان بياكل مكرونه. في فئه بتاكل بعيش وفي فئه تقولك اكلها بمكرونه. تاني يوم طبعا عملنا سمك مشوي بوري. هنحمر فلفل، هنحمر بطاطس، نعمل طبق سلطه، طبق رز ابيض بوري طبعا مشوي، شويه مخلل، شويه بصل اخضر كده او بصل بالخل او ايا كان زي ما تحبي، بس طبعا اساسي معانا مع السمك طبق المخلل والبصله الخضراء. إيه حب لازم ندخل في الاسبوع بتاعنا اسماك. يعتبر هي اقل حاجه الوقت من الفراخ واللحوم، لكن تحيه كبيره لكل الناس اللي عامله مقاطعه اليومين دول للاسماك، وان شاء الله تيجي بفايده يا رب. طبعا الفيديوهات دي قديمه مش جديده، ما صورتش اي حاجه اصلا من رمضان، فادعولي كده وشجعوني كده وعلي الفيديو بقى لايكات كتير وكومنتات اكتر عشان اشجع وارجع اصور زي الاول. يبقى هنا عملنا تالت يوم بقى عملت كشري عدس، عملت كشري عدس اصفر، عملت جنبه فلفل وسلطه وبيض مسلوق وشوحته، وحمرت بطاطس طبعا صوابع ما سلقتهاش، وحطيت مخلل. وطبعا معانا الخضره اساسي اللي هي عباره عن جرجير، خس، بصل اخضر، اي نوع خضره بتحبيه جنب الاكله دي بالذات بيفرق جدا في طعمها واكلها. حابه تزودي بتنجان مشوي او مقلي مفيش مشكله، حابه تعملي مسقعه برضو تبقى جامده، حابه تعملي فلفل وبتنجان مقليين عادي مع البطاطس، الكلام ده كله، تقلي البيض، تسلقيه، الحاجات دي بترجع ليكي انت وعلى حسب ما انت بتحبي انت واسرتك بتاكلي ايه. انا بس بديكي افكار ومش بجبرك على حاجه معينه، انا بديكي فكره لعل وعسى تكون تايهه عنك. كلنا بنيجي علينا اوقات نقول هنطبخ ايه النهارده، حتى بتوع المنيوهات بيقوموا هنطبخ ايه النهارده. فالحمد لله وربنا يعيننا على حالنا يا رب. رابع يوم بقى حبيت اعمل لهم مثلا محاشي، نعمل كده شويه محشي، نجيب كرنبايه كده صغيره، هنعمل محشي. عندك حبايتين كوسه على حبايتين فلفل، زودت بهم الرز، كان رز فايض يعني، عملت رز وكوسه. طبعا كان في لحمه، نص كيلو لحمه كده حلو، لازم نغذي العيال وندخل لهم بروتين ضروري جدا. هنا كان طبعا كنت انا عملت رز ابيض وبخضار. ليه رز يمنا جنب المحشي؟ عندنا في البيت في اطفال، فالاطفال مش بتعرف تاكل المحشي يعني تاكل كل حاجه بس ما يشبعهاش زي الرز والخضار، فطبعا لازم ندخل طبق رز وخضار عشان خاطر الاطفال. يبقى عملنا محشي وزودنا رز واللحمه بتاعتنا حمرناها. خامس يوم بقى هنا كان عندنا بطايه كده صغننه، ما كانتش كبيره قوي، كانت بطايه كده حلوه. عملتها انا كده، سلقتها عادي وحمرتها في الفرن، كانت جامده. عملت بقى جنبها طبق مكرونه بالصلصه، وعملت رز بالشعريه وبطاطس خضار، وعملت طبق ملوخيه، وطبعا طبق من الشوربه بتاعتها لو حد شربها يعني. هي كانت تحفه زي الفل والله، كانت جامده جدا. طبعا دي كانت الملوخيه. وهنا عملنا بقى طبق البطه كده، ظبطناه زي النبي البرتقال والليمون. وعملنا طبعا مكرونه بالصلصه ورز بالشعريه، وجميله جدا. تقدري تعمليها روست في الفرن، تشويها، تعمليها بالطريقه اللي تريحك. انا عشان كانت حجمها مش مستنيه تدخل فرن، سلقتها وكانت زي الفل الحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب، اللهم امين. طبعا دي كانت خامس اكله معانا. نشوف بقى سادس اكله معانا. انا الاسبوع ده ممكن اكون بحاول انوع لكم، بس انا دخلت لكم نوعين لحمه في المنيو نفسه. تمام. فاض بقى معانا لحمه، هنعمل فيها ايه؟ مش هنرميها، هنحطها في طاجن لوبيا. انا كنت عامله طاجن لوبيا خضار عادي، وانا بغرف على اخر لحظه جت كده على بالي ليه ما احطش اللحمه مع اللوبيا وادخلها الفرن. كانت جامده جدا جدا جدا، والولاد اكلوها وكانوا فرحانين بيها جدا. كان طعمها مختلف مع معلقه سمنه على الوش كده، بتفرق جدا في الطعم. طبعا العصير ده بقى ايه زي ما تحب، الحاجات دي اصلا زي ما قلت كانت قديمه من رمضان. فما تدققوش يعني، ممكن تعملوا عصير فراوله عادي، اي حاجه جنبكم. المهم طبق الشوربه بتاعنا اللذيذ، شويه رز كده بالشعريه، مفيش اكتر من كده. اللوبيا واللحمه معانا مع بعض، يعني الخضار معانا لوبيا واللحمه كانت زي الفل، وكانت مستويه وكانت دايبه.
طبخات الوش في الفرن كانت تحفة. خامس يوم بقى نختم بقى الاسبوع بتاعنا لو الدنيا حر اوي معانا شوية نواشف، بطاطس محمرة، خيار، جبن، شكشوكة بالبيض، طبق قشطة، طبق بطاطس محمرة، جبنة رومي، جبنة تركي، حلاوة طحينية، ايا كان اللي عندك. وبالمناسبة ده كان اخر سحور في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعودوا علينا وعليكم يا رب بالخير اللهم امين. فحبيت كده ايه، كان بصراحة اول وقت يعني مصورت السحور في رمضان خالص غير السحور ده، فكان عندنا ضيوف اصلا على السحور، فكنت قلت تاخد كده ايه لقطة كده سريعة. وممكن نعملها في الايام العادية خالص اقتصادية، وبعد كده نختم بكوباية الشاي، واشوفكم على خير، تصبحوا على خير، مع السلامة.